وبالرغم من كل شيء أنا على قدر المسؤولية، وأنا أصلح بأن أكون حاضرا مع الكبار. لا تشككوا بقدراتي، امنحوني الفرصة، أعطوني أمل، سأكون موجود، سأثبت ذلك سأثبت ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. ما بعد مباراة الأهلي وإيجل نوار، الأهلي طبعا بدأ بتشكيل مكون من تروب، بدأ بتشكيل مميز النهارده، ادى بعض الفرص للناس اللي المفروض أصلا الماتش يعني يعتبر النهارده يعني الماتش كان في المتناول، وكان لازم يدي بعض الفرص للناس، خاصة في ظل طبعا الماتشات المتلاحقة، كل 3 أيام ماتش، فلازم يبقى فيه راحة لبعض الناس اللي هي الاساسيين، خاصه ان انت طبعا عندك فتره الاعداد ما كانتش افضل حاجه، الاعداد البدني عند اللعيبه كلها مش افضل حاجه، فلازم يبقى في راحه لبعض اللاعبين الاساسيين عشان ياخدوا متسع من الوقت ما بين الماتشات، بحيث ان اللياقه البدنيه تبقى في اعلى معدلاتها في الماتشات اللي بعد كده. فالراجل حاطط استراتيجي يبدا ببعض الناس اللي هي محتاجه تاخد فرصه واللي ما بتلعبش، لازم يكون في روتيشن ما بينهم. فبدا النهارده بتشكيل مكون من شوبير، طبعا نظرا لاصابه محمد الشناوي كان عنده اجهاد عام، عنده برد شديد، فطبعا غاب النهارده عن القائمه بالكامل. نزل مصطفى شوبير، امام منه احمد بيكهام، وجنب منه ياسين مرعي، على اليمين عمر كمال بدا النهارده برضه خد فرصه، من ضمن الناس اللي خد فرصه النهارده هو احمد بيكهام، وطبعا كوكا على الشمال. في وسط الملعب برضه يمضي النهارده لمروان عطيه، جنب منه ديانج علشان خاطر برضه تحضيرا للمباراه اللي جايه. ديانج هو اللي يلعب في المركز ده، مروان عطيه عنده 3 انذارات مش هيبقى متواجد، فلعب النهارده بيهم، وادى محمد علي بن رمضان لعبه ك10 والاثنين ورا منه في نص الملعب، وادى طبعا على اليمين طاهر محمد طاهر النهارده برضه اداله بعض الوقت كفرصه ان هو يثبت وجوده، واحمد عبد القادر برضه على الشمال، وجرادي شار في الامام. النهارده يعني التشكيل بصراحه كان مميز، لازم يكون في بعض الناس زي ما قلنا يديها بعض الفرص، في ناس اثبتت النهارده وجودها وادت اداء كويس، وفي ناس طبعا لم تحسن استغلال الفرص. ده اللي هنتكلم فيه مع بعض يعني. فنظره عامه على المباراه، طبعا النهارده فرصه هدف في الدقيقه 13 لطاهر محمد طاهر، الكره اتعلقت له بمنتهى الاتقان وبمنتهى الروعه من مروان عطيه، علقها له من وسط الملعب بامتياز، حطها طبعا هنا، هنبص هنا مع بعض، مروان هنا حطها بمنتهى الاتقان. المفروض هنا بقى طاهر محمد طاهر خلاص هو سابق المدافعين، وخلاص هو الاستلام كله الهدف، يعني الاستلام كله بهدف. لو طبعا هنا طاهر محمد طاهر حط جسمه خلاص قدام المدافع واستلم الكره حطها تحت منه على طول من اللمسه هدف، ولكن هنا الاستلام هو اتاخر، استلم حط المدافعين تاني معاه في جمله مفيده، المدافعين الاثنين جوهم وقفوا قدام منه، حب يشوط الكره خبطت في المدافع وطلعت بره، لكن هو هنا لو حط جسمه بامتياز زي ما هو كان سابق وحط الكره تحت منه تحت رجله على طول من اللمسه على طول، خلاص بقى منه مواجه للمرمى، يحطها على يمين الحارس هدف، على شماله هدف، خلاص بقى المرمى مفتوحه على المصراعيه بالنسبه له. كذلك الامر بالنسبه للمدافعين، المدافع هنا لو التحم معاه في اي، خلاص انا طالما حطيت جسمي قدام المدافع خلاص بقت بالنسبه لي ركله الجزاء، هو لو احتك اي احتكاك ركله الجزاء، ولكن ما عملش الكلام ده كله طاهر محمد طاهر. يعني الاداء سيء يتبعه اداء سيء من اسوء لاسوء طاهر محمد طاهر، فطبعا لم يحسن استغلال الفرصه. كذلك الامر بعد منها، طاهر برضو اللي قلنا واتكلمنا هو اللي بيلعب كل الركلات الحره، مش متميز فيها اطلاقا طاهر محمد طاهر، اي كره ركنيه اي كره ثابته هو اللي بيلعبها، بتتلعب بمنتهى السوء، ما فيش اتقان فيها اطلاقا، ما بتروحش لحد معين او فيها جمله معينه تلعب على القريبه مثلا حد يقطع عليها، او على البعيده حد مستنيها، لا بيلعبها عشوائيه بتطلع بطريقه عشوائيه، يعني بتبقى ملعوبه لورا خالص، لعب اكتر من ركله حره النهارده ما استفدناش بيها باي حاجه خالص، فطبعا دي كانت نقطه. برضه في الدقيقه 15 طبعا التحكيم النهارده تحكيم فاجر لا يصلح خالص اطلاقا، ولازم التحكيم ده بصراحه يكون له وقفه من لجنه التحكيم او من الاتحاد الافريقي، لازم التحكيم ده بصراحه يعني يتوقف لاجل غير مسمى، حكم ما فيش اي تلامس خالص اطلاقا، يعني جراد شار يا دوبك بس ميل على اللاعب كده احتكاك، يعني ما فيش بعد كده احتكاك اصلا، احتكاك لا يرتقي للاحتكاك اصلا. حكم المباراه حكم بصراحه تحكيم فاجر، ولا حكم فاجر، وازاي ما اعرفش بصراحه. افضل عندك بطوله عندك في افريقيا كلها دوري الابطال، ومفيش في مراحل المجموعات مفيش فار، كذلك الامر بالنسبه للمجموعات او التمهيدي مش متواجد عندك خالص الفار، فدي مشكله كبيره جدا جدا، ممكن كان النهارده يسبب لك في مشكله. وطبعا طرد منك جراد شار في الدقيقه 15 فحطك هنا في مأزق، وخلى الكفه بقت متساويه اطلاقا ما بين الفرقتين، طبعا بتلعب من الدقيقه 15 ناقص لاعب، فطبعا حطك في عرق شديد جدا، والراجل قدر يتعامل مع ده ان هو طبعا رجع
محمد عيب رمضان يلعبه هو كجناح مكان طاهر محمد طاهر، وحط طاهر محمد طاهر مكان جراد يشار، وبدا الاثنين يبقى صدقين في نص الملعب، مروان وديانج. وبدا ديانج في بعض الاوقات هو اللي كان بيزيد ويسيب مروان في القلب. وهكذا بقى. طبعا الراجل بصراحه يعني قدر يتعامل في الجزئيه ديت بمنتهى الروعه. وقدرنا يعني بعض الاوقات ان انت تقدر تتماسك وتقدر تقفل دفاعاتك وتلعب على الكاونتر اتاك. وقدرنا نعمل منها طبعا فرصه بعد كده منها لديانج. محمد عيب رمضان شق من وسط الملعب، خد واحد واثنين وثلاثه، حطها لاحمد عبد القادر، وكان احمد عبد القادر حب يستلمها ويروح بيها، الكره وقفت تحت رجله. ولكن هنا بقى برضه بالفيجن والمهاره العاليه لاحمد عبد القادر حط الكره تحت رجله وعلى طول شاف ديانج. ديانج زي ما قلنا كان اوقات كتير بيسحب بيقتحم ال 18، راح اقتحم ال 18 هنا حطها له احمد عبد القادر بمنتهى الاتقان ومنتهى الروعه. ولكن ديانج طبعا ما عندوش الحته اللي هي بتاع الفينشنج، حطها بمنتهى السوء. هنا الكره هنشوفها هنا، لو هنا طبعا ديانج بس مطوح دماغه حطها هناك في البعيده، سقطها بس في البعيده هتروح بمنتهى السهوله في الجون طبعا. ولكن هو ما عندوش الحته بتاع الفينشنج او الدرايه الهجوميه. ديانج ما عندوش الحته الجماليه دي اطلاقا، او الحته بتاع الفينشنج مش متواجده عنده. فلازم اللعيب يبقى بيطور من نفسه في الجزئيه ديت. زي ما اتكلمت برضه وقلت ان طاهر محمد طاهر في الحته اللي هي بتاع المختصه بتاعه الفاولات يعني مش افضل حاجه. طاهر حتى مش بيبص قلنا او في جمله مترتبه ومتحفظه بيلعبها. لا، هنا الكره فاول خلاص، على يعني انت اصلا ناقص لاعب ممكن بتركه صغيره زي كده من ركله ثابته تحرز هدف وخلاص بقى تامن دفاعاتك وتبدا الفرقه اللي قدامك تفتح الخطوط بتاعتها ويبقى عندها ما عندهاش تحفظ، تلعب على امل ان هي تجيب فيك جون في اي لحظه. لكن انت لما تحرز هدف خلاص انت كده بتخليها غصب عنها تفتح الملعب فبيسيب ورا منه مساحات. لكن في بعض الجزئيات الصغيره ديت لازم اللعيب هنا يكون عنده الدرايه الكامله. طبعا قطع من وسط اللعيبه دي كلها وقطع لتحت خالص بالرمضان. وطاهر طبعا لو رفع عينه هنا يحطها بمنتهى السهوله للبرمضان. بالرمضان في اي حته طبعا في الجون جون، لان الكره محطوطه له على السكس يارد لو اتحطت له هيحطها في اي حته في الجون هدف. ولكن طاهر محمد طاهر وكالعاده يعني من اسوأ لسيء زي ما اتكلمنا وقلنا. طاهر ما فيش تطور خالص في مستواه. كان بعض الاوقات بيبقى في التوب فورم، ولكن لسوء حظه كان بيجي له اصابات. ولكن اللعيب هنا لازم يعرف يرجع لمستواه بسرعه. لعيب كبير بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون عنده تطوير من مستواه ويبقى فيه استغلال للفرص، خاصه في ظل وجود النجوم الكتيره زيزو بن شرقي وتريزيجيه. المكان بتاعه ده مزدحم، واحمد عبد القادر محمد عبد الله نشوف يلعب عليه والله يعني بصراحه حرام واحد زي محمد عبد الله يقعد او يبقى مش متواجد اطلاقا في القائمه، وواحد زي طاهر هو اللي بيلعب طول المباراه مش متواجد اطلاقا. حتى كل الكور مقطوعه منه سواء الكور العاليه او الكور اللي على الارض. طاهر مش بيقدم اي حاجه اطلاقا. طبعا هنا فرصه الهدف في الدقيقه 58 برضه بدات من عند مروان عطيه، كان عمل فيها التحام مع اللاعب في وسط الملعب وقدر يقطعها. خدها محمد عيب رمضان وشق بيها من وسط الملعب. هنا بقى نشوف محمد عيب رمضان والفيجن والرؤيه واللعيب اللي عنده لمسه جماليه. النهارده محمد عيب رمضان من افضل ماتشاته النهارده مع النادي الاهلي، كان بيعمل كل حاجه في المباراه دفاعا هجوما. خد الكره وشق بيها من وسط الملعب. هنلاقي في هنا لاعب عمر كمال برضه يحتسب له يعني القطع في المساحه والتحرك الرائع في دار المدافعين. ولكن هنا الحكايه كلها تكمن في اللمسه بتاعت محمد عيب رمضان، لمسه ساحره، لمسه عبقريه من محمد عيب رمضان. هنا كمان وقف ثبت المدافعين كلهم، ثبت المدافع اطلاقا. وكان ممكن لو حطها هنا في المكان ده لو حطها بسرعه، لكن هو ثبت المدافع خالص ووقف هات وبعد كده حطها في ظهره، ما حطهاش من امامه كمان، عشان ممكن هو هنا كده لو حطها من الامام في المساحه من قدامه ممكن يمد رجله وياخدها، او ممكن يحطه في احتكاك او في التحام مع عمر كمال يخليه يخش معاه في سباق. ولكن جابه وقفه ثبته وبعد كده حطها ما بينهم الاثنين. في كمان التمريره في يعني متعتها وسحرها في ان هي الكوره راحه محتاجه لمسه، محتاجه همسه، مش محتاجه اي حاجه خالص. راحه في المكان والزمان بالظبط. يا دوبك عمر عبد الكمال ووصل هنا الطق على طول لمسه ما بين رجل حارس المرمى، لمسه رائعه، لمسه ذكيه من محمد عيب رمضان. وكذلك الامر في التحرك والعبقريه من عمر كمال، واللمسه الذكيه كمان ما بين رجل حارس المرمى. هدف رائع خلص بيه الماتش، قتل بيه الماتش اطلاقا محمد عيب رمضان. النهارده محمد عيب رمضان عامل اداء عالمي مع النادي الاهلي دفاعا هجوما، كان متواجد في كل حته في الملعب. فالنهارده حتى كمان اللمسه السحريه ديت حاجه رائعه من روائع محمد عيب رمضان اللي احنا منتظرين منه الكثير. ولكن انا قلت واتكلمت مرارا وتكرارا محمد عيب رمضان الحته بس بتاعت المعدل اللياقه البدنيه لو اكتملت عنده هتشوف نسخه مرعبه من محمد عيب رمضان مع النادي الاهلي. كان في برضه فرصه هدف من طبعا تمريره لو مررها على طول الكره كانت باينه في وسط الملعب لمروان عطيه. مروان عطيه هنا كان لازم هنا من لمسه ما فيش هنا على طول من لمسه
الكره هنا يعني تكمن جمالها او خطورتها في سرعتها، ان الكره وهي جايه خلاص اللعيب يبقى عنده الفيجن وعنده الرؤيه على طول من اللمسه. هنا تريزيجيه في ظهر المدافع، كان تريزيجيه رايح انفراد اطلاقا لوحده، هيبقى مواجه لحارس المرمى، ولكن طبعا تقل فيها مروان ولف فيها ووقف، وبعد كده حطها الناحيه الثانيه، ضاعت الفرصه بمنتهى السهوله. ولكن في بعض الجزئيات الصغيره دي اللعيبه الكبيره هي اللي بتقدر تستغل يعني انصاف الفرص، ولكن دي فرصه محققه لو حطها من لمسه سريعه لتريزيجيه على الارض كان موداها هو والجون انفراد، طبعا قتلت بيه الماتش اطلاقا وخلصت الجيم من بدري. ولكن مروان عنده مشكله كبيره برضه في اللمسه في بعض الاوقات في الجزئيه الاماميه بالذات عند مروان، في الجزئيه بتاعه التصويب او التمرير القصير اللي هو بيبقى في ظهر المدافعين. الكور الطوليه عند مروان بتبقى رائعه، ولكن عنده الجزئيه القصيره اللي هي بتاع البينيات ما بين المدافعين، دي عنده مشكله كبيره فيها جدا لازم يطور نفسه فيها. كذلك الامر بالنسبه للتصويب والزياده والتصويب على المرمى، عنده برضه مشكله لازم يطور من ادائه في الجزئيه ديت، ما يبقاش بس على قد الافتكاكات والكور الطوليه. فلازم مروان عطيه يشتغل على الجزئيه ديت، كانت بمنتهى السهوله جدا تحط يعني تريزيجيه في موقف انفراد تخلص بيه الجيم، ولكن لم يحسن استغلال الفرصه مروان عطيه. برضه كان في فرصه رائعه في الدقيقه 93 خلاص في نهايه اللقاء، برضه كانت تقتل الجيم اطلاقا. بن شرقي طبعا نزل مكان طاهر محمد طاهر المفلس اللي مش موجود اطلاقا في النادي الاهلي، مش موجود اصلا في الجيم. في بعض اللاعبين النهارده كده يعني النهارده كانوا مش موجودين اطلاقا، ما قدروش يستغلوا الفرصه او ما قدروش يعبروا عن نفسهم في اتخاذ الفرصه اللي الراجل منحهم اياها النهارده. ولكن طبعا حطها خدها بن شرقي بمنتهى الجمال ومنتهى الروعه، خدها من الاولاني راحت للثاني، كذلك الامر حرجم عليها وخدها بمنتهى القوه. بن شرقي ريحها لتريزيجيه تحت، تريزيجيه حب يفوتها من لمسه لكن خبط في المدافع رجعت له ثاني، تريزيجيه ريحها لاحمد نبيل كوكا اللي جاي لوحده خالص يعني في قلب ال 18 في اي حته في الجون جون، ولكن احمد نبيل كوكا حطها بجوار القائم ولكن لم يحسن استغلالها. برضه دي كوره يعني كانت جون مليار في المية 100% هدف، كوره محطوطه في ال 18 في منتهى الروعه كانها ضربه جزاء على يمين الحارس، هدف على شماله هدف، ولكن برضه لم يحسن استغلال الفرصه. احمد نبيل كوكا اتكلمنا عليه برضه مره وتكرر، النهارده كان ضعف الجبهه اليسرى بطريقه رهيبه جدا، بيبقى عبء على اي جناح بيلعب وراه، ما بيقدملوش المسانده اطلاقا، بيسيبه لوحده. احمد عبد القادر النهارده يعني حتى في المستوى بتاع احمد عبد القادر النهارده ادى اداء مميز، ولكن كان مستني ان حد يزيد معاه في الجزئيه الهجوميه، لازم يكون في مسانده هجوميه. دايما ابدا الجناح اللي بيلعب قدام احمد نبيل كوكا بيواجه لوحده الخصم في واحد واثنين وثلاثه بيقابلوه هو، بيبقى طبعا مرتكن للجزء الدفاعي، فبيعمل عبء كبير جدا على الجناح اللي قدامه. اتكلمت في الماتش الاتحاد بالحالات طبعا، بن شرقي طبعا عمل له ايرور في دماغه بالنسبه لبن شرقي، وكذلك الامر بالنسبه لاحمد عبد القادر. اي حد هيلعب قدام نبيل كوكا بالمنظر اللي هو بيلعب بيه ده هيبقى عبء كبير عليه جدا. فان شاء الله باذن الله دي كانت يعني اخر حاله كانت معانا النهارده في الماتش. يعني النهارده الاهلي برضه عمل اداء مميز بالنسبه للنقص العددي النهارده، ان هو يقدر يطلع كسبان من الماتش، وسردنا مع حضراتكم ان اكتر من فرصه كمان النادي الاهلي في ظل النقص العددي كان يقدر يطلع النهارده كسبان واحد واثنين وثلاثه بالفرص، ولكن طبعا عدم استغلال الفرص، واتكلمنا عليها برضه في ماتش الاتحاد، قلت لازم انت يجي لك الفرصه، لازم تقتل الماتش اطلاقا ما تستناش، ممكن الفرقه زي كده تهرس فيك جون في اي لحظه، فانت لازم تكون مامن وقاتل الجيم بتاعك من بدري. هنيجي هنا طبعا للتقييمات. مصطفى شوبير طبعا النهارده اديله 9 في بعض الحالات، النهارده كان متميز في بعض الكورات، كان عنده ثبات انفعالي، خاصه في كوره كانت من ياسر ابراهيم، كانت كوره يعني في منتهى السوء من ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم على قد الرجوله اللي هو عملها النهارده، كذلك الامر النهارده كان في تريكه النهارده الراجل عملها في التغييرات، سحب عمر كمال طبعا وحط 3 لعب النهارده، يعني كان بيجرب الطريقه ديت علشان خاطر التامين الدفاعي ممكن يستخدمها فيما بعد، والراجل اتكلمنا قلنا ان هو ياما استخدم الطريقه ديت، فلعب النهارده بالطريقه دي كانت جميله برضه، حط ياسر في عمق الملعب. كده اشوف ياسر بيعمل غلطات قاتله، واتكلمت وقلت برضه في ماتش الاتحاد بعض الالعاب وبعض الحالات اللي جبتها ياسر بيبقى عنده يعني اخطاء قاتله ممكن تسبب لك مشاكل كثيره، لكن حب يشتتها، راحت اهداها لمهاجم ايجل شاطها بمنتهى القوه، يعني كانت ممكن تخدع مصطفى شوبير، ولكن كان عنده رد فعل متميز شالها مصطفى. فطبعا بعض الحالات اللي تعرض لها مصطفى شوبير النهارده كان عنده بعض الثبات الانفعالي النهارده، وكان بيدي ثقه للدفاع بتاعه، كذلك الامر بالنسبه للطول من تحت بالكوره برجله، كان بيقدم الحلول. فالنهارده اشوف ان هو ياخد 9 من 10. بيكهام برضه النهارده استغل الفرصه وكان كويس النهارده، بخلاف الفرصه اللي خدها قبل كده ما كانش بيقدم اداء متميز. النهارده يمكن مع الشاره النهارده يعني اداته النهارده بعض الثقه او ان هو حس بالمسؤوليه، فكان النهارده بيقدم اداء كويس. كذلك الامر بالنسبه لياسين مرعي، طبعا اداء متميز، يتبعه اداء متميز، عنده ثقه في نفسه، المنتاليتي بتاعت ياسين مرعي هي اللي حطاه ان هو لسه شاب صغير وبيلعب مع النادي الاهلي،
فعنده الثقه في نفسه كبيره. النهارده هياخد 8.5 من 10. يعني بالاداء المتميز النهارده قدمه بعض الحالات اللي اتقدم فيها كمان بالنسبه للحته الهجوميه. عمر كمان النهارده ياخد 9.5 عشان خاطر التحرك الرهيب اللي عمله النهارده في الهدف مميز، وكذلك الامر بالنسبه للفينشنج على المرمى ياخد النهارده 9.5 النهارده. كوكا طبعا بالنسبه للجزئيه بتاعت الباك الشمال اتكلمت وقلت ان هو عنده قصور كتير جدا جدا في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه والتغطيه العكسيه، عنده مشاكل كتير وجبتها قبل كده مع بعض وسردناها مع بعض بالحالات. النهارده برضه مش افضل حاجه، ياخد النهارده 6 من 10. ديانج النهارده ياخد 8.5 نظرا للقصه اللي هو كان بيعملها في قلب الملعب في الافتكاكات وفي الاستباقات مع اللاعبين، كان مالي وسط الملعب النهارده. كذلك الامر بالنسبه للزياده الهجوميه، اي نعم مش مميز فيها اطلاقا ولكن يعني عنده افضل من كده. كذلك الامر كان في حاله برضه النهارده، يعني محمد طاهر من الاخطاء القاتله اللي حطها محمد طاهر النهارده، في كوره حطها ديانج، حطها له ما بينه وما بين ديانج، حطها لطاهر بحيث ان هو ياخد منه التو، لو حطها له هنا في المساحه كان هيروح بمنتهى السهوله جدا. ديانج رايح انفراد، كان معاه تريزيجيه قطع الناحيه الثانيه وحط له من لمسه كانت هتبقى هدف، ولكن طاهر مش موجود اطلاقا في النادي الاهلي، لمساته كلها مش محضر، لعيب ما عندوش فيجن، ما عندوش رؤيه، ما عندوش تحضير، ناسي الكوره اطلاقا، حطها لتريزيجيه ضاعت الفرصه. ولكن طبعا النهارده ياخد ديانج 8.5، مروان عطيه ياخد 8، بن رمضان ياخد الفول مارك ياخد 10 من 10. رمضان بن رمضان النهارده هو راجل المباراه من وجهه نظري النهارده، دفاعا هجوما النهارده كان عامل اداء عالمي النهارده. محمد طاهر طبعا ياخد 0 نظرا للاداء اللي قدمه النهارده، ما فيش اي انتاجيه اطلاقا. عبد القادر اشوف ان هو ياخد 8 النهارده علشان خاطر طبعا اللي بيلعب وراه احمد نبيل كوكا بيبقى مقلل الجبهه اطلاقا، ما بيعملش الزياده الهجوميه او المسانده الهجوميه مع الجناح اللي قدامه، بيقلله كتير. جراد الشار طبعا لم يختبر النهارده اطلاقا. الحكم طرده النهارده بطرد غير مستحق، الراجل ما عملش اي حاجه اطلاقا، دوك بس زغزغ الراجل بس ما عملوش اي حاجه، يعني حتى ما ضربوش، هو بيزغزغ وبيهزر معاه، ما فيش اي حاجه يعني. في طرد كوميدي من الحكم بصراحه اقل ما يقال عليه ان هو حكم فاجر او حكم داعر. لازم يكون في وقفه من الاهلي مع التحكيم الافريقي، لازم يقدم في الحكم ده شكوى. دي حاجه اصلا يعني مش موجوده اطلاقا، ده بقول لحضرتك بيزغزغوا مش حتى يعني ما فيش اصلا اي تلامس اطلاقا او في اي ضرب. ولكن حكم غريب عجيب، لازم يكون في وقفه. وبكده عايزك تشاركني طبعا في بعض التقييمات اللي احنا قلناها مع بعض. ولو وصلت معايا لاخر الحلقه هنا ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد. وفي الختام سلام، ويبقى النادي الاهلي منتصرا، ويبقى النادي الاهلي فوق الجميع، والف مليون مبروك لكل الاهلاوي.